بعد 26 عاما وفاق سطيف الجزائري يتوج بلقب دوري الأبطال الإفريقي مرة ثانية في تاريخه تعادل مع فيتا كلوب الكونغولي بهدف لمثله. الهلال السعودي يفشل في تجاوز ويسترن سيدني بالرياض ويمنح الفريق الأسترالي لقبه الأول في دوري أبطال آسيا. بتأهله إلى نهائي الكأس الإفريقية أعاد الأندية الجزائرية إلى أصلها. نسر الجزائر الأسود على أرض مدينة الورود أرادها كانت ضعيفة، أما خير الدين مضوي فالبال فيه شيء واحد هو الفوز بهذه الكأس السمراء. الوفاق حاول الضغط منذ البداية في الوقت الذي كان فيه فيتا كلوب يشن حملات هجومية مضادة من الأروقة ومن الكرة الثابتة، لكن في وجود هجمات كهذه فالأمر سيكون صعبا. ثاني الوفاق يستفيق ويكتب فصلا آخر في المباراة عندما سجل له يونس سفيان هدف التقدم مهيجا معه الجماهير الجزائرية. ولأن كرة القدم لا تعترف بالمنطق فيتا كلوب أعاد الميزان إلى أصله عندما دون له ليما مابيدي هدف التعادل من تسديدة قوية. أما العنوان فيظل على حاله حتى الآن. أبناء عين الفوارة أبطال بحصول مرة أخرى لشباك فيتا كلوب لكن دون جديد. حكم المباراة الصيفيين أبطال لإفريقيا وضيوفا لأول مرة على كأس العالم للأندية التي ستقام غير بعيد عن الجزائر وبالضبط على أرض المغرب. الموج الأزرق لم يكسب الرهان في ليلة كبار آسيا لمسيرة ناجحة هذا الموسم واستعادة لذكريات الفريق مع الألقاب، لكن محطته النهائية في الرياض جاءت معاكسة لطموحات الفريق الأزرق. المباراة شهدت العديد من الهجمات السعودية المتسرعة فوق المرمى الأسترالي، بينما انتهى بعضها الآخر بتسرع من المهاجمين. الضغط الهلالي استمر في الشوط الثاني والهدف هو بلوغ شباك ويسترن، لكن براعة حارس الضيوف منعت الأزرق من مراده. جهة لم يوفق فيها الحكم الياباني في تدارك أخطاء قاتلة فحرم الهلال من ركلة جزاء حينما لامست كرة نواف العابد يد الأسترالي بريندا سانتالاب والتي المباراة. الهلال يسجل الهدف الأول في اللقاء، لكن ضياع القائد البديل ياسر القحطاني حال دون هز شباك الضيوف سائل، لكن الشباك الأسترالية أبت الاهتزاز. فرص بالجملة تاهت في لقاء عنوانه ارتباك النصر الشمراني وتتويج ويسترن باللقب القاري في فترة قياسية من تاريخه الكروي الحديث.